السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من الهبد والقش الفخم. معاكم دكتور فويس محمد عادل. طبعا دي الحلقة الرابعة من سلسلة أفلام أو حلقات فيلم فخم. احنا قلنا هنقفل لحد أربعة ورا بعض، بعد كده هنرجع تاني حلقة بقى من القش الفخم، الأيام الحلوة بتاع كوكب زحل نرجعها تاني، وهناخد حلقة من فيلم فخم، تبقى حلقة كده وحلقة كده. النهارده الحلقة عن فيلم فخم فعلا. وده ليه؟ لأن الفيلم بيتاخد من قصة حقيقية، وأنا النهارده مش هحكي لك أحداث الفيلم ولا أي حاجة، أنا هخش لك على القصة الحقيقية على طول بعد ما أقول لك كلمتين كده عن الفيلم، لأن القصة هي الفيلم بالضبط بالكربون مع اختلاف الأسماء الشخصيات اللي كانت في الفيلم عن الشخصيات الحقيقية. النهارده ميعادنا مع فيلم عظيم، فظيع، شنيع، الفيلم اللي بدأ نكت وموضة الأكياس البلاستيك وعلاقتها بالستات اللي بتقتل جوازاتها. معانا النهارده فيلم المرأة والساطور. يلا بينا. فيلم مرة وسطور إنتاج 1997، بطولة نجمة مصر الأولى الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، والفنان العظيم أبو بكر عزت، والفنان القدير عبد المنعم مدبولي، والفنانة دنيا عبد العزيز كانت لسه بتقول يا هادي في بدايتها، والفنانة القديرة زوزو ونبيل، وإخراج المخرج الكبير سعيد مرزوق. الفيلم ده لما نزل كان عمل ضجة كبيرة جدا، مش اللي هو عشان بيحتوي على مشاهد دموية ومشاهد بشعة كانت جديدة علينا، لا، لأن الفيلم كان بيناقش قضية جديدة وقضية مختلفة، وهي قضية إن في ست قتلت جوزها وحطته في شنطة ولا في كاس بلاستيك ورميته في الشارع. ليه؟ لأن الفيلم ده كان متاخد فعلًا من قصة حقيقية فيها نفس الجريمة البشعة دي. الفيلم زي ما قُلت لك، أنا هاحكي لك حاجات كده بسيطة جدًا، إن الفيلم لمّا اتعرض كسّر الدنيا، والفنانين ما شاء الله خدوا عليه جوايز وزي الفل ومِيَّة، مِيَّة وكسّر وكل حاجة، والمجتمع استقبله استقبال مفاجئ وصعب. بس طبعًا الفيلم فعلًا كان متكامل والناس فيه مثّلت بما يرضي الله، كان ما لهمش حل، والفيلم نجح وكسّر بسبب برضه حتّة القصة الحقيقية اللي أنا هاحكيها لك دلوقتي. فاللي أنت هتسمعه في القصة الحقيقية هو بالضبط نفس الفيلم مع اختلاف أسماء الشخصيات. يالّا بينا، يالّا بينا. فيلم المرأة والساطور متاخد عن جريمة قتل وقصة حقيقية حصلت سنة 1989، والفيلم إنتاج 97، يعني بعد 8 سنين عملوا لنا الفيلم ده. الفيلم ده بيحكي عن إيه؟ الفيلم ده يا سيدي بيحكي عن قصة واحدة سيدة اسمها ناهد القفاص، تم اتهامها بقتل جوزها إلهامي فراج سنة 1989، بعد ما وجدوا جثته متقطعة إلى أشلاء في مكان ومبنى مهجور، وبعد التحريات اكتشفوا إنها جثته والكلام ده كله. إيه الحكاية بقى بدأت إزاي؟ وزي ما قلت لك الحكاية اللي أنا أحكيها لك هي بالظبط نفس القصة اللي هي اتاخدت في الفيلم مع اختلاف الأسماء. يعني أستاذة نبيل عبيد اللي هي عملت دور ناهد القفاص كان اسمها سعاد، أستاذ أبو بكر عزت كان اسمه محمود علوان اللي هو إلهامي فراج في القصة الحقيقية. إيه اللي حصل إيه يا سيدي؟ اللي حصل يا سيدي إن ناهد القفاص أو سعاد أو نبيل عبيد زي ما أنت عايز، ست مقتدرة في منتصف الأربعينات، غنية ومتريشة وزي الفل، كانت موجودة في محطة قطر اسكندرية وراجعة، واخد بالك منين؟ من القاهرة لاسكندرية. قابلت راجل جميل طول بعرض هيبة عامل شنب أنور وجدي، قعد ياخد معاها في السكة وعرف يدحلبها وعرف عنها انها متريشه ومقتدره ومعاها قرشين حلوين والدنيا تمام. اللي هو مين؟ اللي هو الهامي فراج. طبعًا بعد ما نزلوا من القطر كجنتلمان عرض عليها إنه يوصّلها، "تسمحي لي يا مدام ناهد إني أوصّلِك لحد البيت؟" "لا والله ما ينفعش." وخدها في العربية ووصّلها لحد بيتها. كلمة من هنا وكلمة من هنا، على مقابلات، على الكلام ده كله، اتعلّقت بيه وهوب طلبها واتجوّزها وزي الفل. قوم إيه، الله ينوّر عليك، نخش على الحتّة التانية. بعد إلهامي ما اتجوّز ناهد وحسب التحقيقات بتاعة الشرطة وهي بتحكي، قالت إن هي اكتشفت إن هو نصّاب. طَب اكتشفت إزاي؟ أول حاجة الست دي كان عندها شقة كبيرة أوي في سان ستيفانو، قالت إن هو اتفق معاه إن هو هيبيع لي الشقة، شقة فخمة 6 أوض، وهناخدها وهنشتري فيلا في كينج ماريوت وهنكتبها باسمِك يا ناهد. طبعًا أول حاجة هي اكتشفت إن الفيلا لا مكتوبة باسمها ولا أي حاجة خالص. أدي أول نصباية. بعد ما اكتشفت الحوار ده وبدأت تشُك فيه، لاحظت إن في تليفونات بتيجي لها وفي حد قابلها وقال لها إن هو شافها مع واحد وقالت له إن هو جوزي واسمه إيه، اسمه رامي فراج. قال لها خدي بالِك ده الراجل ده نصّاب، ده الراجل ده شغلته إن هو يتجوّز الستات ويقشّطهم وياخد فلوسهم حتّة، حتّة. يا نهار أسود! يعني هو متجوّز قبل كده؟ بس يا دوبك 17 مرّة، اتجوّز 17 مرّة. وساعة لمّا كان متجوّز نهضة القفّاص، إلهامي كان في على ذمته سيدة أخرى وكان عنده منها بنت. طبعًا السيدة ناهد اتجنّت وشاطت، ده كده، كده هو نصّاب رسمي. طبعًا بعد ما راحت كينج ماريوت واتنصب عليها أولًا في الشقة، قالت له: "ما ليش دعوة، رجّع لي فلوسي، أنا عايزة فلوسي." طبعًا فضل يقول لها إن أنا مش نصّاب والكلام ده كلّه، واللي بيكلموكِ دول ناس متغاظين مننا، دول أعداء النجاح يا ناهد، والكلام اللي أنت عارفه ده كلّه. وده ليه؟ ده عشان يسكّتها ويهدّيها شوية. طبعًا ما هديتش وقالت له: "أنا كده، كده هاتطلّق وعايزة فلوسي." قال لك: "عشان أهدّيها وأدّيها حقنة بنج وأكمّل الليستة اللي أنا هاقشّطها بيها." قال لها: "بس خلاص ادّيني فرصة وأنا هارجّع لِك فلوسِك وهاطلّقِك وهي دار ما دخلِك شر." طبعًا إلهامي لا طلّقها ولا أي حاجة، هي قالت في التحقيقات إن هو كان عايز ياخد فرصة عشان يكمّل بقية الليستة اللي كان مخططها. إلهامي بعد ما بيعها الشقة واشترى فيلا وكتبها باسمه، أدي أول حاجة. الست دي كان عندها دهب بحوالي
100,000 جنيه استولى عليه. بعد كده كان عندها عربية فيات حلوة بيضة 132 خدها واداها لاخوه، قال له حوش دي عندك لحد ما اجي لك واخلص. ومش كده وبس، قالت بعد ما قشر ده كله ما فضلهاش من الدنيا غير مبلغ في البنك 35,000 جنيه. الهامي هيسيبه؟ طبعا لا، راح جاي داخل كمان على الفلوس ومقشط الدنيا. طبعا الدنيا جابت اخرها مع نهد زي ما كانت بتقول، والحياة كانت صعبة وهي اتصدمت فيه، غير صدمة الجواز وغير هو انه طلع نصاب وحرامي ومتجوز عليها. وانتوا عارفين الستات يا اولاد في الحاجات دي بتحر قوي وبتتضايق. الست لما بيتعلم عليها من راجل في شوية حاجات كده معينة، الست يا عيني بتكبل عفريت. ولكن هي قالت اما اصبر وامشي حالي لحد ما اخلص منه واخد فلوسي او ما اخدهاش، المهم ان انا اخلص منه وخلاص. بنتها الصغيرة جت قعدت معاها في الفيلا بتاعة مريوط زي هي ما كانت بتقول. وجه يوم ناهد جابت اخرها فيه، وحصلت زي ما قلت لك القشه اللي قصمت ظهر البعير وظهر الهامي فراج. ايه اللي حصل بقى يا سيدي في اليوم الاسود ده؟ الست ناهد كانت خارجه رايحه سوق العمريه تجيب شويه سمك تعمل بيهم صياديه للهامي حرو نار في جتته. المهم قالت لك بعد ما رجعت من السوق وانا راجعه سمعت صوت صريخ وعياط وزعيق وفي خناقه جوه في البيت. دخلت لقت ايه؟ لقت بنتها مرميه على الارض والهدوم بتاعتها متقطعه، والهامي كان عاوز يعتدي عليها ويغتصبها. طبعا انت هتقول لي بس هنا لحظه الجريمه جت وراحت جايه هوب طلعت الساطور وخلصت عليه. لا، الست عملت حاجه تانية خالص. الست راحت جايه داخله جوه بنتها ومزعقه لها ولطشها قلمين ولا اتكل على الله. طب لما سالوها في التحقيقات قالوا لها طب انت اتصرفت التصرف الغريب ده ازاي؟ ده انت طلعان عينك معاه. قالت له والله لان انا لو كنت فتحت بقي ولا دافعت عنها ساعتها هو ما كانش عنده مشكله انه يقتلني ويقتلها وهيغتصبها برضه. المهم يا سيدي راحت جايه واخده بنتها عشان تقدر الشر ولمت دنيتها وراحت عند امها قالت لها خليها عندك لحد ما اخلص مشاكلي مع الهامي وربنا يسهل وانا كده كده هرجع لك. المهم يا سيدي راحت جايه راجعه قالت في التحقيقات لما روحت البيت ان هو رجعت لقيته نايم ببنطلون البيجامه بس، نايم ما شاء الله مصيف ورايق وزي الفل وما فيش فيه اي مشكله. وقالت ان هو كان بياخد انواع معينه كده لمزاجه من المخدرات ومنوم عشان يعرف ينام، فكره مشغول دماغه شغاله ما بتهداش مش فاضي. المهم يا سيدي قال لك عشان اخلص منه في يوم من الايام كده وارتاح النهارده من القرف والوش والخناقه اللي بيعملوا لي ده، غير ان هو قالت ان حتى في العلاقه الزوجيه كان بيطلب منها حاجات والعياذ بالله غريبه وشاذه، يعني هي كانت مستويه على الاخر. حطيت له المنوم في قلب كوبايه الشاي وشربه وشخر ونام مفيش اي مشكله. ايه بقى اللي حصل؟ الست قعدت جنبه وبصله كده راحت جايه متحركه، قالت انها راحت تقشر تفاحه بسكينه التفاح عادي بتبل رئه. المهم يا سيدي وهي ماسكه التفاحه على حسب كلامها في التحقيقات بتبص لها وتبص له، بتبص وتبص له، هوب بدون سابق انذار لقت نفسها قالت بدل ما دب السكينه في التفاحه دبتها في قلبه، والتانيه والطعنه التالته والرابعه والخامسه والسادسه وزي ما انت عايز تقول قول، قطايف ولطايف على راي ايمن الكاشف، وخلص في ايديها وخلصت على الهام فراج. لحد دلوقتي العملية عملية واحدة مأسية في حياتها واتنصب عليها والدنيا تمام، وست خلصت على جوزها وحصلت قبل كده كتير واتدعكت في الدراما والكلام ده كله. ايه الجديد ايه؟ الجديد ان هي عشان تداري الجريمة لقت نفسها قدام حل من اتنين، يا تتكشف يا اخفي الجريمة. طب تعملي ايه يا بت يا ناهد؟ تعملي ايه يا بت يا ناهد؟ راحت جاية سحبة الهام وداخلة الحمام وجايبة الساطور الجميل وبدأت في تقطيع جثته حتت واشلاء، وراحت جايبه حقيبه شنطه جميله كان الهامي على فكره جايبها من مزاد، ما كانش يعرف ان الهامي مش هيحط شنطه فيها، ده هو نفسه اللي هيتحط في قلب الحقيبه دي في قلب الشنطه دي. وقطعته الاجزاء وحطته في الشنطه دي وخرجت بيها لقت نفسها بره البيت في قلب اسكندريه. ست نهاد قالت في التحقيقات حسيت ان البلد كلها ضيقه عليا، اسكندريه بالبحر بالشط بالرمله مفيش مكان اروح فيه. المهم يمين شمال لقت عماره او مبنى ضلمه، راحت جايه واخده فيه الشنطه حطها فيه وسايباها وراحت راجعه على بيت امها ولا من شاف ولا من دري. صحيوا الناس تاني يوم في حركه في قلق في بتاع، ايه يا ابني في ايه؟ ده كلاب بتهوهو، ما تيجي نبص ده شنطه نفتحها نلاقي ايه؟ ركب بني ادم زي ما صحيه العيال كبرت. لا، لقوا اجزاء من جثه متقطعه لبني ادم موجوده في الشنطه دي. طبعا جريوا على البوليس والبوليس جه وحقق والصحافه اتدخلت والاعلام والتلفزيون، دي كارثه جريمه كبيره من نوعها، جثه متقطعه ومرميه وملهاش اي ملامح ولا اي حاجه. وطبعا مع وجود رجال المباحث والمباحث الجنائيه والكلام ده كله والطب الشرعي اكتشفوا ان الجثه كان فيها كف واحد سليم، قدروا عن طريقه انهم ياخدوا بصمات الاصابع، ومع البحث الجنائي والكلام ده كله توصلوا ان دي بصمات مين؟ الهامي فراج. وطبعا من تاريخ الهامي فراج الاسود اللي هم عرفوه قال لك بس هات لي بقى ايه الستات اللي كانوا متجوزينهم ونسالهم هما الاثنين، هاتهم لي. مراته اللي كانت قبل نهد القفاص كان مخلفه منه بنت، المهم سالوها تعرفي يعني الهامي؟ حد الله لا اعرفه ولا عايز اشوفه ولا بيجي لنا ولا يعرفنا اصلا. الله، طب وبعدين؟ وفعلا الاتحاد اثبت ان هي ملهاش علاقه وما شافتوش. جابوا مين؟
جابوا ناهد. طبعًا سألوه أسئلة كتير والتحقيق مرّة و2 و3 و4 مع الضغط العصبي والنفسي اللي هي أصلًا فيه، والضغط العصبي والنفسي اللي جالها يا عيني بعد الجريمة الغريبة بتاعة الكاس البلاستيك والساطور، انهارت وحكت الجريمة زي ما أنا حكيت لك من الأول وتفاصيل، من أول ما شافته في القطر بشنب أستاذ أنور وجدي أو كمال الشناوي، لحد ما جابت الكاس البلاستيك ولقوه مرمي في العمارة الضلمة ولمّوه. طبعًا يا جماعة مش عايز أقول لكم إن البلد هَزّت قد إيه بحاجة زي دي، وكل واحد كان ماشي لا مؤاخذة جنب مراته كان إيه، بيتلفت حوالين نَفْسه، ولو واحد كان ييجي يزعّق لمراته ييجي يقول لها اسكت، روّق على حالك، ما تفتحش بُقك ليحصل لك زي إلهامي. طبعًا الجريمة زي ما قُلت لك هزّت مصر وهزّت المجتمع كُلّه، وطبعًا مع أول جلسة في المحكمة اتطست حكم إعدام لأنها جريمة مكتمة الأركان، ولكن إيه بقى، الرأي العام بتاعنا اللي كان عايز يعرف الراجل ده مين، وبعد ما عرفوا مين، طَب اتقتل ليه ومين اللي قتله، وحالة الرعب والذعر اللي حصلت، طَب ده سفاح والّا لأ، لحد ما عرفوا إنها ست خلّصت على جوزها بالطريقة الجديدة الجميلة دي اللي كُلّها أكياس بلاستيك، اتعاطفوا معاه. بعد ما عرفوا تقارير النيابة ونزلت في الجرايد والصحف وعملوا معاه لقاء والكلام ده كُلّه، الشعب كله والرأي العام هنا ضغط إن الست دي ما ينفعش أصلًا تتعدم، اللي كان يتعدم كان جوزها وهي فعلًا خلّصت عليه، باختلاف بقى الطريقة، ضربته بمطوه بساطور ما لناش دعوة، الست دي مظلومة وقاست كتير وده رد فعل طبيعي، وهنا لأول مرّة في التاريخ إن جريمة زي دي بعد ما يصدر فيها حكم الإعدام يتخفف ينزل للمؤبد، وبعد ما نزل للمؤبد اتحكم على ناهد القفاص ب15 سنة سجن. اللي أنا حكيته لك ده كله من القصة الحقيقية لفيلم المرأة والساطور، عشان زي ما قُلت لك أنا هاحكي لك القصة على طول، هو نفس بالضبط أحداث الفيلم مع اختلاف الأسماء، إن ناهد القفاص اللي عملته الأستاذة نبيلة عبيد كان اسمها سُعاد، وإن محمود علوان وإلهام فراج عملوا أبو بكر عزت، وعايز أقول لك على حاجة، إن الفيلم هَزّ البلد وهَزّ المجتمع، لإن زي ما قُلت لك لمّا رجعوا لورا وراجعوا وعرفوا إن هو قصة حقيقية، وجات تاني قصة نهد القفاص، الفيلم عمل قلبان، لإن زي ما قُلت لك هي المشكلة كلّها الناس نقلت أو المُخرج والمؤلف نقلوا الحبكة ممتازة بنفس الطريقة، نقلوها صح أوي، 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 وزي ما قُلت لك المجتمع اتفاجئ بيها، ده غير كمان أداء الممثلين، يعني اللي ما شافش الفيلم أستاذة نبيلة عبيد طبعًا أداء خرافي زي ما أنت عارف، وكانت مناسبة جدًا للدور في المرحلة دي، فما شاء الله لسه واقفة على رجليها تُقِّلة، تُقِّلة تمثيل وتُقِّلة حلاوة وكل حاجة، وأستاذ أبو بكر عزت يستاهل دور الأوسكار على الفيلم ده، اللي هو عمل فيه محمود علوان، فالفيلم كان مكتمل الأركان في الإخراج والقصة، وإن هو متاخد من قصة حقيقية لجريمة بشعة زي دي، وعايز أقول لك على حاجة أحيانًا في بعض الأفلام لمّا ييجي بعض النجوم يعملوا أفلام زي دي بيبقى فيها جريمة أو فيها أي حاجة بشعة شوية ممكن تخُض الناس أو المجتمع، ممكن يتضايقوا، بس الأمر سهل هنا كان على الأستاذة نبيلة عبيد ليه؟ لإن في الآخر الجمهور أو الرأي العام اتعاطف أصلًا مع صاحبة القضية، يعني هي قاتلة وكل حاجة وحطّيته في أكياس بلاستيك، ولكن في الآخر اتعاطفوا معاها، فالشعب أو الناس أو الجمهور مش هيكرهها، ساعات الفنان بيخاف من حتّة الكُره من الجمهور، هو بيبقى كُره فني مش كُره لشخصه، بسبب دور معيّن، يعني مثلًا تيجي تعرض على نجم كبير ونجم الشباك والناس بتحبه دور والله واحد بيغتصب حد، دور مثلًا جاسوس، يقول لك لا، لأ، أنا ما أقدرش أتنقل من دي لدي، الناس تكرهني، الناس بتحبني، شايفاني فتوة، نصيب الناس الغلابة، مش هينفع أطلع بدور زي ده، وفي ناس ضاعت عنها جوايز وأفلام وأدوار كتير بسبب إن هي بتخاف إنها تخرج من دايرة حب المتفرج، وإن هو يخش في تيمة تانية صعبة أو شريرة تخلّي الناس تكرهه زي ما قُلت لك كره فني أو تتضايق منه، بس أقول لك على حاجة، والله يعني ده من وجهة نظري، أستاذة نبيلة عبيد حتى لو كان القصة مقلوبة أو كانت إن هي فعلًا خلصت على جوزها، يعني واحدة شرانية مش اللي هي مظلومة زي الفيلم أو زي القصة الحقيقية، أنا متأكد إن الفيلم برضه كان هيكسّر وينجح، لإن هي بصراحة كانت ممثلة جبارة، وفي كلا الحالتين الفيلم كان هيكسّر، هيكسّر. أنا خلصت الحلقة النهارده، وناقشنا فيلم فخم فعلًا حقيقي، هو فيلم المرأة والساطور، أتمنى النهارده تكون الحلقة عجبتك، وزي ما قُلت لك لو عجبتك فعلًا اعمل لها لايك وشير، ما عجبتكش اعمل لها برضه لايك وشير، اطلع كده الحلقة ده اتفرّج عليها أنت كده مش هتلاقي حاجة، إن دي آخر حلقة، وعايز أقول لك تابع الإنستجرام وتابع فيسبوك، منتظر تحدي الدوبلاج كل يوم جمعة، وأنا باعتذر لو باتأخر في بعض الحلقات لإنها بتاخد وقت تحضير، وفي شغل وفي حاجات، فالدنيا بتبقى كابسة على دماغي، ده غير الدوبلاج طبعًا أنا باعمله، ده غير الحاجات التانية أنا باعملها، وخلّي بالك إن أنا أي حاجة باعملها سواء كان المحتوى الكوميدي أنا باقدمه اللي الناس عارفاه، أهم حاجة فيه هو الreact النضيف، وأنت كمتفرج أو متلقي أنت اللي بتحكم المحتوى اللي هينجح والّا لأ، ما يجيش حد يقدم لك حاجة خفيفة شوية أو بسيطة بعدين ينقل على حاجة جامدة، فأنت تزهق منه، بالعكس الراجل بيعلى لك شوية بشوية، بس أنت ما تقارنش الحاجة اللي بيقدمها اللي هي البسيطة دي بأي حاجة تانية تحس إن هي هايفة ومُسِفة، فأنت اللي بتحدد وأنت اللي بتنجّح الموضوع ده، ونصيحة تانية ليك لو أنت مزعّل مراتك ما تتفرجش على الفيلم ده معاها، ولِم دنيتك وخبّي كل الأكياس والسواطير والسكاكين، أكياس البلاستيك وأمِّن نفسك واتفرج واعمل اللي أنت عايزه، دي نصيحة من أخوك، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله مع رجوع حلقات ألف فخم، سلام عليكم.